مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، تكونوا كامل بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم. دونك كيما شفتوا في العنوان تاع الفيديو اليوم راح ندير معكم وصفه تاع بريوش اللي راح ديروا بها حاله هذا رمضان. راح يجيكم بزاف طري ومن احسن الوصفات اللي راح تشوفوهم. كما راكم تشوفوا الوصفه سهله مهله وتوجدوها في وقفه كما نقولوا. هنايا الحاجه الاولى خديت كاس تاع حليب، الكاس يوزن يعني يرفد 240 مليلتر، وزدت عليه مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز وربع مغارف كبار تاع السكر. هنا راح نغطي عليهم ونخليهم يطلعوا واحد 10 دقائق 5 دقائق حين حتى تشوفوهم تفاعلوا. هنا واش راح نزيد عليهم 5 مغارف كبار تاع الزيت، ونزيد عليهم تاني الملح. بيان سور زيدوا لهم قريصه تاع الملح كما على بالكم البريوش يحب شويه ملح باش يجيكم مليح، ونص كاس تاع خميره كيميائيه. ونبدا نزيد الفرينه هنايا بشويه حتى تتلم العجينه تاعي. انا هنا اليوم راح نديرو في البيتران. فرونشمون يعني البيتران يعاوني بزاف في هاد الوصفات. سينو اذا ما عندكم تقدروا تعجنوه بيدكم. وزيدوا عليه هنايا مغرفه كبيره تاع مارغرين كي يكون يتعجن، ندخلوها مليح في العجينه تاعنا حتى يولي البريوش تاعنا طري، العجينه تاعنا تولي طريه. انا ماما خرجتها كوم من البيتران، زدت لها هكا شويه بيدي جمعتها. شوفوا كيفاش جا القوام تاعها، تجي طريه وماشي يابسه، يعني ما تيبسوهاش باش يجيكم خفيف. ومن بعد هذيك خليت العجينه تاعي تطلع بعقلها. وهنايا جست ندير لاصوص اللي راح نحشي الكريمه، يعني راح نحشي بها البريوش تاعي. هنا تقدروا ديروه بشوكولا تارتيني، تقدروا ديروه بدون يعني بلا والو، ديروه غير بريوش هكا ابخي تحشيوه. دونك نتوما حرين. الوصفه هذه راح تجيكم بزاف هايله، تقدروا ميم تستعملوها كشوكولا تارتيني. كيما شفتوا ديت نص كاس تاع كاكاو، دو بريفيرونس الكاكاو تاعكم يكون مارون ويكون ملاح، يعني تشموا فيه ريحه الشوكولا كي تشريوه. زدت عليه كاس غير ربع تاع السكر. وزدت ثاني هنايا شوكولا، هذيك شوكولا بودغ اللي نديروها في الحليب. راح تزيد بنا لاصوص تاعنا. وزدت 2 مغارف كبار تاع مايزينا. زدت شويه نسكافيه، هذا الشيء اختياري، تقدروا تزيدوه تقدروا لا. نخلطوا هاد النواشف كامل ونزيد عليهم كاس تاع حليب، نحطهم فوق الفرن. نبدا نخلط بالعقل حتى نشوف لاباط تاعي ولا لاباط كيما حتى نشوف الكريمه تاعي عقدت لي. كي تعقد المسموم الكريمه تاعكم زيدوا عليها مغرفه تاع مارغرين ولا نص مغرفه، عفوا نص مغرفه تاع مارغرين حتى نشوفوا القوام تاعها شغل تولي لنا ليس هكا كيما راكم تشوفوا. نخلوها بيجيها تبرد لنا شويه ونروحوا للعجينه تاعنا بعد ما كانت طلعت. كما راكم تشوفوا انا اليوم راح نديرها شكل تاع شمسيه، يعني بريوشه كبيره هكا. مي نتوما تقدروا، انا نفس العجينه نقدر نبدلها. في رمضان نديرها خبيزات صغار مدورين، نديرها كل مره كيفاش وكل واحد كيفاش يحبوا. هذه هي. كيف راكم تشوفون نحل العجينه تاعي كبيره هكا كامل، ونجيب نجيب لابا، مازال نقول لابا، نجيب الكريمه تاعي نديرها كامل في الوسط بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. ومن بعد نبدا نرولي في العجينه تاعي كي شغل راح نديرها نغولي. ومن بعد نربط لي نلصق يعني لي كوتي تاعي، نحط هذاك لو بابي كويسون فوق السنيوه تاعي. دو بريفيرونس انا ديروا سنيوه كبيره اذا حبيتو ديروا الشكل اللي درتو هنايا. ومن بعد نجيب هذيك الجراره تاعي نحلهم كيما راكم تشوفوا، ندورهم كيما الطريقه اللي راهي موضحه في الفيديو. هنايا من بعد هذيك خليته يزيد يخمر شويه. ما زاد خمر لي، خديت صفار البيض اللي كنت خلطته مع شويه تاع الخل، ندهن كاع البريوش تاعي ونزيد من الفوق جنجران. فوالا. ومن بعد هذيك نديروه في الفوق تاعنا يطيب مليح. شعلوا له من التحت وما تزيدوا شعلوا له من الفوق شويه باش يتحمر هكا باش يجينا شباب. وفوالا هذه هي. دونك الوصفه تاع اليوم قلت لكم سهله مهله وتوجد لنا بالخف. وبالنسبه شحال تخلوها في الفوق، دونك كل واحد والفوق تاعو تاخذ لكم واحد 20 مينوت هكاك ماكسيموم. نص ساعه هذا اذا كان درتوها بالعقل ولا. شوفوا هنا من ما خرجته من الفوق جا بزاف شباب، حمرته شويه مليح. نحبوا البريوش يجي محمر. شوفوا هنا كان مازال سخون وقسمت لكم شويه منه. شوفوا شحال جات خفيفه. شوفوا يعني راه باين يهضر على روحه. نتمنى فرانشمون تجربوه باسكو فريمون هاد الوصفه يعني ما تتعوضش. كي تجربوه قولوا لي رايكم واذا خرج لكم مليح ولا لا. ونتمنى تخلوا لي جيم اذا عجبكم لا فيديو. وفوالا هنا نكون لحقنا لافان تاع لا فيديو تاعنا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.